بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيبي يا رسول الله، حبايب قلبي، هنعمل ليمون بعصفر. اشترينا 4 كيلو اهوت، دولت 2 وده كيلو وده كيلو. تمام. اشترينا الفلفل الصغير ده موجود دلوقتي، ما شاء الله عليه، بيخلي طعم المخلل في حتة تانية. جبنا ب10 جنيه عصفر، ما شاء الله كتير. ب10 جنيه حبة البركة كتير ما شاء الله. وكيس ملح. طيب هنبتدي بايه الاول؟ لا، كل الحاجات دي هنركنها. ولو عندك جزر تمام، كان عندي في الفريزر طلعته. تمام كده اهو، مفيش مش مشكله، يعني في جزر مفيش خلاص مش مشكله. طيب ومعانا البطرمان الكبير ده اللي هنعمل فيه اهو. تمام. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنفضي الليمون كله في الحله هنا اهو. تمام. ونغليها على النار، نغسله الاول غسله كويسه وبعدين نغليه. طيب الحاجات دي كلها هنركنها، الملح وحبة البركة والعصفر والجزر والفلفل، كل ده هنركنه في التلاجة لبكرة اخر النهار. يعني احنا دلوقتي في اول النهار الصبح هنسلق الليمون ونسيبه عشان هنغير عليه مرتين تلاتة من هنا لحد بكرة. وبعد كده هو نبتدي في التحضيرات اهو يا حبايبي. عملناه اهو، حطيناه في الحلة، بس هنغسله غسلة كويسة وبعدين نسيبه يغلي على البوتاجاز. بصوا يا حبايبي اهو، بعد ما غلي الليمون بصوا عامل ازاي. طبعا الاخضر والاصفر كله بقى لون واحد. بصوا اهو، هياخد غلوة تانية كده اهوت، وروح طافيين عليه ومش هنرمي المية بتاعته عشان ليها استخدامات تانية. حبايب قلبي، الليمون اهوت بعد ما غيرنا له كذا مرة، الصبح والظهر والعصر المغرب، يعني عارفين غيرنا له كذا مرة اهو. هنمسكها كده اهوت بالسكينه بتاعتنا، هنقطعها الاربع تربع دول، وهوريكم دلوقتي هنكمل ازاي. حبايب قلبي كده اهوت الكميه كلها فتحناها اهي كده اهوت 4 تربع بالسكينه. لو طبعا خايفين انها كلها تتفعص في ايديكم، ممكن بمقص يكون، عشان خاطر الحاجات ديت، عشان خاطر الاكل اهو 4 تربع كده. طيب هنيجي نعمل ايه؟ معانا كيس ملح زي ما قلت لكم اهو، ومعانا ال10 جنيه حبة البركة اهي. نحط كل دوت مع بعضه، وهنجيب العصفر برضو ب10 جنيه من عند العطار. تمام ماشي. كل دوت هنعمله ايه اهو، هنفضل نقلب كل دوت، ونجيب الليمون بتاعنا كده ونحشيه شوية صغيرين كل واحد، ونحط في البطرمان اهو. طيب نعمل كام واحده وهوريكم الكميه ما تخلص. طبعا معانا الفلفل بتاعنا غاسلينه وفاتحينه حته صغيره من الجنب عشان نزوق بيه البطرمان بتاعنا، وفي نفس الوقت هيديله طعم تحفه. الشطه مع الليمون الاتنين بياخدوا من بعض فبيدوا طعم تحفه. بصوا اهي حبه صغيرين اهو، الطعين كله نفس الكميه كده اهو. بصوا 4 تربع حبه صغيرين كده اهوت، ندخلهم اهو اهو. اخلص بس نصها كده اهوت واوريكم الفلفل نحطه ازاي. حبايبي عملنا ربع البطرمان اهو معانا. تمام. هنا اهوت الفلفل غسلناه وخرمناه بالسكينه حته اهي باينه. هنحط شويه، طبعا الفلفل دوت حراق، احنا شهر 9 دوت شهر بتاع الزيتون والليمون والفلفل. الفلفل التخليل دوت ما تلاقوش في اي وقت غير في شهر 9 كده. تمام اهوت اهو. بصوا ده كده نكمل برضو البقيه ونخلص برضو، ونحط شويه ليمون وشويه فلفل وشويه ليمون في الاخر، وهوريكم شكل البطرمان في الاخر وهنعمل ايه. حبايب قلبي عملنا البطرمان بتاعنا، بصوا على جمال وعلى حلاوته عامل ازاي. معانا كام قرن فلفل هنحطهم على الوش هنا اهو ماشي، عشان ما يريمش مننا المخلل ويعمل طبقه بيضاء. هنخلي الفلفل دوت من على الوش كده اهو. تمام
حبايبي بعد كده اهوت ما خلصنا اهو البطرمان بتاعنا. بصوا على الجمال، بصوا على الحلاوه، بصوا شكله عامل ازاي. الليمون ده هيعجبكم جدا 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 اهو. ويا ريت كلنا نلحق بتاع شهر 9 دوت، رخيص وكتير. والفلفل الصغير ده هتلاقوه. بس حبايبي اي نوع زيت عندكم بنحط يجي نص كوبايه كده على الوش. الميه اللي احنا كنا سالقين فيها شايلين شويه حاطينها اهو. وطبعا حطينا شويه من الخلطه بتاعتنا اللي هو حبه البركه والعصفر والملح، حطيناهم على الوش كده اهو. تمام. دوت مقدار الفلفل عشان احنا حاطين في كل الزيتون، فحاطين مقدار الفلفل. هنزودها ميه تكون مغليه ومتسابه ان هي تبرد خالص خالص خالص، حتى لو كنت بيتها من بالليل. ونقفل على البطرمان، نحط كيس الاول ونقفل على البطرمان. وبعد كده هو نسيبه لمده بس 3 ايام. هتلاقوا الفلفل بتاعنا ده اتغير. نفتح عليه وناكل الطريقه دي لمده 3 ايام 4 ايام. واتفرجوا وادعوا لي وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. حبايب قلبي خلاص مليت البطرمان الكبير، والبطرمانين الصغيرين دولت كانوا عندي الزياده حطيتهم فيها. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بصوا حبايبي، بصوا الشكل، بصوا جميل ازاي. طيب الميه انا قلت لكم احنا هنبردها. انا حطيت هنا اهو برده من الخلطه اللي هو حبه البركه، وحطيت اللي هو العصفر والملح مع الميه المغليه، وسبتها تبرد خالص خالص خالص. سيبيها براحتها خالص عقبال لما ترصي البطرمانات بتاعتك وكده. طب هنعمل ايه؟ هنكمل البطرمانات بتاعتنا. اهو نتاكد بس ان الميه مغطيه. والبطرمانات هنفضي فيها شويه زيت هنا وشويه زيت هنا، شويه زيت هنا اهو. بصوا هتدعولي على الطريقه دي. بصوا شكل البطرمان جميل ازاي، يعني يفتح نفسك تاكليه من قبل ما يستوي. بصي ومفيش، هما 3 ايام 4 ايام بالكتير قوي. لون بس الفلفل يتغير وهتاكلي منه وهتدعيلي. هنقفل ازاي؟ بنجيب كيس ونقطعه نصين، نحط كده ونغطي البطرمان كويس. ليه الكيس بيقفل كويس جدا عشان الهواء والمخلل بتاعنا ما يبصش اهو. يا حبايبي قفلنا البطرمانات اهوت. الكياس دي عمرها ما تدخل هوا، والمخلل بتاعنا لاخر واحده هيبقى، بصوا هيبقى طعمه جميل. بصوا عجبني قوي شكل البطرمانات يا جماعه. اللي يجرب الطريقه ديت ما ينسيش كده اهوت يكتب لنا دعوه ويكتب ايه رايه في الطريقه في كومنت. وما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك لو ما اشتركتوش عشان يوصل لكم كل جديد.